نحن هنا في موقع الهرم المنثني. ما ستلاحظه هنا هو أن البناء يضم زاويتين. إن علماء الآثار المصرية التقليديين يقولون لك إن المصريين كانوا يبنون الأهرامات وأنهم بدأوا بناءها بزاوية واحدة ثم عدلوا عن ذلك، وهذا الرأي قاد إلى القول بأن المصريين ضللوا. لكن هل هناك طريقة أخرى للنظر إلى الأمر؟ نحن نسمي هذه الصروح في دهشور باسم فرعون يدعى سنفرو. في دهشور توجد 3 أهرامات يضم كل منها 3 غرف لدفن الموتى، ومجموعها 9 غرف. يخبرنا علماء الآثار المصرية التقليديون أن الموقع كله بناه سنفرو. إذا كان صحيحا أن الأهرامات هي في الأصل مدافن، فلماذا احتاج سنفرو إلى هذا العدد منها؟ لأن لسنفرو احتمالات وخيارات مختلفة بشأن كيفية دفنه، وهذا غير منطقي، ويعيدنا إلى النظرية التي يعتمدها علماء الآثار المصرية التقليديون، والتي تقول إن المصريين ضللوا وكانوا غير منطقيين. لا أعتقد أن هذا صحيحا. حين نأتي إلى كلمة سنفرو، سن تعني مزدوج ونفر تعني انسجام، أي أنها الانسجام